من محافظة الفيوم وعنده 38 سنة. راح المسجد الفجر وصلى بالناس وفضل لحد الظهر وأمهم في الصلاة. بعدها دخل يستريح شوية لحد العصر، ولما اتأخر راحوا يصحوه لكن ما ردش وفارق الحياة. وآخر حاجة نطقها كانت كلام ربنا بعد ما ختم القرآن 24 مرة في رمضان اللي فات. ما لا تعرفه عن الشيخ عبد الله كامل سفير القرآن الكريم الذي أبكى الجميع بوفاته. سنة 1985 اتولد الطفل عبد الله في قرية بمحافظة الفيوم، لكن للأسف نظره راح بعد الولادة على طول. أهله قلبهم كان بيتقطع عليه، لكن والده قرر يوهبه لربنا سبحانه وتعالى. وأول ما بقى واعي ابتدى يحفظ القرآن الكريم بطريقة برايل، وعشان ربنا سبحانه وتعالى لما بياخد حاجة بيدي حاجة تانية، عبد الله حفظ كتاب ربنا كله وهو في الإعدادية، والناس ما بقتش مصدقة اللي عمله. أما صوته في تلاوة كتاب ربنا فكان بيبكي كل اللي بيسمعه، وتسمى المزمار الذهبي بسبب حلاوة صوته. وكمان كان طالب شاطر في مدرسته برغم كل ظروفه، ونجح في كل مراحل التعليم لحد ما دخل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. وبعد التخرج ابتدى يتشهر أكتر بتلاوة القرآن، وشهرته زادت بعد ما فاز بالمركز الأول في مسابقة المزمار الذهبي لتلاوة القرآن الكريم. وكان إمام لأكتر من مسجد في مصر، خصوصا في صلاة التراويح. وبعد كده بقى يؤم المصلين في الكويت والسعودية، وصلاته كانت بتتذاع على التلفزيونات الرسمية هناك، واشترك في تقديم برامج دينية على القنوات الفضائية. ومن كام سنة المركز الإسلامي في ولاية نيوجيرسي بقى يستعين بالشيخ عبد الله كامل عشان يصلي التراويح والتهجد في رمضان. ورغم انه بيقرا جزء يوميا من القرآن الكريم في التراويح، الا ان الالاف كانوا بيجوا يصلوا وراه من كل المدن الامريكية، واللي بره المسجد بيكونوا اكتر من اللي جوه. وفي رمضان اللي فات الشيخ عبد الله راح مسجد التوحيد في نيوجيرسي زي عادته، وبعد ما وصل بشوية مراته خلفت وجابت ولد وسماه سفيان. الفرحة ما كانتش سايعاه، وكان اجمل رمضان مر عليه في حياته. وراح كذا مدينة أمريكية صلى بالناس، وامبارح وصل المسجد قبل صلاة الفجر وأم المصلين، وبعدين قال درس سريع عن سورة التكوير وبكى بكاء شديد وهو بيقرأ السورة. بعدها فضل يقرأ قرآن لحد صلاة الظهر، وبعد الظهر دخل يستريح في استراحة الجامع. ولما جت صلاة العصر صديقه ورفيقه في رحلة أمريكا الشيخ مصطفى أبو سيف راح يصحيه، وهنا كانت الفجيعة. الشيخ عبد الله ما ردش عليه، وبعد الكشف اتضح انه مات. اما السبب الطبي فلسه مش معروف لحد دلوقتي، لكن الغريب ان الشيخ كان حاسس بالموت، وقبل وفاته بفترة بسيطة كتب قصيدة نعى فيها نفسه بعنوان قالوا مات. رحم الله الشيخ عبد الله كامل وغفر له وتجاوز عن سيئاته.